واحد السلام عليكم، اهلا وسهلا غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير ويلقاكم اختي هذا الفيديو هذا وانتم في احسن الاحوال. نهار جديد اختي وفيديو جديد، واسمحوا لي على التاخير. للاسف كنعاود نفس الغلط في القناه ديالي لظروفي، يعني راكم عارفين فاش كتكون عندي العجوزه ديالي في الدار ومريضه وجيبي هذه ما صافي ما كيبقاش عندي الخاطر للتصوير وهذا، حتى البروغرام ديالي كيتخربق. المهم اسفه على التاخير، وان شاء الله فيديوهات جايين زويونين في الطريق. المهم هذا الفيديو هذا كنت بزاف هذه غادا نحطو لكم في لاباج ديالي، وكنتمنى انكم تاخذوا منه عبره. كنتمنى هذا الفيديو هذا انه يتبارطاجا، وكنتمنى هذا الفيديو هذا بالخصوص الناس اللي مقيمين خارج المغرب. حنا كنعرفوا الغدار، كنعرفوا بزاف ديال الحوايج انها كاينين حتى في المغرب، ولكن باش نتعلموا من هذا، باش نتعلموا من الاغلاط، انا اليوم جمعت لكم ليكسبيريونس ديال 4 سنين، التجربه ديالي لمده 4 سنين وشنو داز عليا، جمعته لكم في هذا الفيديو هذا باش يكون لكم نتوما عبره. المهم غادي ندخل اختي في صلب الموضوع وما نطولوش اختي في الهضره. كيف ما كتعرفوا البنات بزاف، يعني حنايا كاملين كنترباو في واحد الوسط اللي هو عائلي، لا مع الجيران ولا مع الحباب ولا مع الصحاب، يعني كنترباو في الجود والكرم. وهذا للاسف فاش غادي تخرجوا من بلادكم ولا من داركم ما غاديش تلقاو هذا الشيء هذا. ما تحاولوش انكم تبغيو تعيشوا داك الحياه اللي كنتوا عايشينها في المغرب، انكم تبغيو انكم ديروها في شي بلد اللي غادي يكون ماشي بلادكم، يعني نتوما اجانب فيها ولا نتوما غرابين على هذيك البلاد ولا على هذيك المدينه. حيت حنا فاش كنجيو مثلا شي بلد ولا شي مدينه كنبغيو اننا نكونوا صداقات، وكنبغيو ان نديروا بزاف ديال العلاقات، باش ما كنحسوش بالغربه، باش ما كيبقاش عندنا داك الحنين والشوق للوالدين ولا المغرب. كنبغيو نديروا مثلا داك تجمعات المغربيه، مثلا كل جمعه نتجمعوا نديروا كسكسو المغربيات وهذا. وللاسف هادو هما الاغلاط اللي طحت فيهم انايا، وبغيت نتقاسمهم معكم باش ما تطيحوش في نفس الغلط. اول حاجه غنمشيو لاول حاجه. اول حاجه اين فوا غادي تخرجي من بلادك وغتمشي لشي بلاد اللي هي غريبه، تعلمي اللغه، تعلمي القوانين ديال البلاد اللي نتيا عايشه فيها، احترمي القوانين ديال البلاد اللي نتيا عايشه فيها، ودخلي للمدرسه. خصك تندمجي مع الناس ديال ديك البلاد. مثلا فرنسا كتندمجي مع الفرنسيين، اسبانيا مع الاسبانيين، ما تندمجيش ليا مع كحل الراس ديالنا المغاربه ولا الجزائريين. ولا هذه نصيحه كنعطيها لكم نتوما، ماشي كنقول لكم زعما ما تهضروش معاهم لغرض ما، لا، لغرض انكم كتعلموا بزاف ديال الاكسبيريونس منهم، حيت هما كيكونوا قدامين عليكم. كتعلموا اللغه، كتعلموا الاكسنت، كتعلموا منين تدخلوا ومنين تخرجوا. هاد 3 ديال الحوايج الا نتيا غاديه لشي بلاد كيف ما بغات تكون، احترمي القوانين ديال ديك البلاد، قراي لغتهم، قراي القانون ديالهم اللي عليك واللي ماشي عليك، باش ما كطيحيش في الغلط اللي طحت فيه انايا. انا عاود لكم ليستوار. انا اول ما خرجت من تركيا جيت لهاد البلاد هادي، جيت بحال اللي قناط، بحال اللي اشتقت للوالدين ديالي، العائله، خوتي، وما دخلتش ديريكتومون انني ندخل نتعلم اللغه، وما كنتش كنعرف القوانين ديال هاد البلاد هادي اللي كانوا غيطيحوني في خوخه اللي هما كبارين، وللاسف من بنات بلادي. يعني انا كنقولها لكم حيت بنات البلاد هنا فاش كيشوفوكم انكم ما عارفينش القانون ديال ديك البلاد ومازال غشيمين، مازال ما كتعرفوا حتى شي حاجه، كيبغيو يلعبوا عليكم العشره، كيبغيو يخوفوكم باي طريقه، وكيبغيو انكم يوهموكم نتوما راه دائما على غلط. هذا هو الغلط اللي طحت فيه انايا. لما حطيت هنا رجلي تعرفت على ديك الانسانه، تعرفت عليها، كنت حسبتها اختي. وانا النوع اللي ملي كنتصاحب مع شي انسان
ما كنبقاش نفرق ما بين الغلط الصح والغلط، وهذه خصني نقولها هذه خصني ما نقولهاش، يعني هذه خصني نعاودها هذه خصني ما نعاودهاش. انا واحد الانسان فاش كنتصاحب معاه كنتصاحب معاه من النيه ديالي، اي حاجه كضرني في قلبي راه كنبقى نعاودها. وهنايا فاش تعرفت عليها كنت انايا في البدايات ديال الزواج ديالي، ما تقبلتش هاد البلاد، ما تقبلتش هاد الناس، بزاف ديال الحوايج اللي كانوا كيبانوا ليا ثقالين على قلبي. فبحكم انني انا الوحيد، يعني هي الوحيده اللي تعرفت عليها، هي هذيك الانسانه، كنت كنعاود ليها كل شيء، على داري، على راجلي، على مثلا اي حاجه كتوقع ليا. مثلا الا دابزنا انا وراجلي، حيت في الفتره ديال الزواج الاولى كنا انا وراجلي كنتخاصموا بزاف، يعني بحكم انا يعني اللافوت كان كيجي من عندي انايا. كنت كنهز التليفون وكنعاود ليها اي حاجه صغيره كبيره عليا، عاودتها لها على دارنا عليا. وهذا البنات غلط، عمركم ما ديروا الغلط اللي درت. تعرفوا على البنات، ولكن دائما حياتكم الشخصيه خليوها بعيده على السمات. حيت علاش غيجي واحد النهار اللي نتيا ما غاديش تكوني انت وياها اليز، واسرارك غادي يبقاو يتعاودوا في كل مكان كيف ما وقع لي انا. بحكم ديك السيده يعني تاني غلط درتو هي انني انا بعد ما تعرفت على هذيك الخبيثه، عرفت راجلي على راجلها، عرضتهم لداري، تعارفوا، مشينا حنا لدارهم، صافي كنت كنمشي عندها كتجي عندي، يعني بحكم هي حتى هي كانت كتهضر هكا مع راجلي. وهذا من بعد ما غادي يوقع واحد سوء تفاهم، لقيت اسراري كلهم في لي باج ديال تيك توك عند البنات كاع. شي وحده مثلا اي وحده عندها معايا ابوني وكتعرفني وهذا ابونيه معايا، كتدخل كتعاود ليها ليستوار ديالي، كتقول لهم هذيك راه كانت كتعاود لي على راجلها، كانت كتقول لي بزاف ديال الحوايج على راجلها، المهم بزاف ديال الحوايج. ولدرجه وصلت بها الوقاحه انها كانت بغات تعيط لراجلي وتقول لي راه مراتك كانت كتهضر ليا فيك مراتك. وهذا انا كنشوفه انه غلط، عمركم ما ديروا بحال هذا الغلط هذا. صاحبتي نتلاقاو انا وياك في قهوه، السلام كي دايره لاباس هذه صافي. من تما ما تعاوديش الحياه ديالك كيف ما بغات تكون، ما تعاوديش الحياه ديالك، هذيك حياتك انت خاصه بك. تقلقتي انت وراجلك ولا خرجي لشي طبيعه بحال اللي درت انا دابا، كاس ديال قريعه ديال الماء، قهوه، انت بخير، وهضري مع راسك، هضري مع الشجر، هضري مع، ما تعاوديش اسرار ديال دارك ولا اسرار ديال راجلك. انا هذا غلط درته، كنتمنى منكم نتوما ما ديروش. حيت سامين، هي بالطبيعه فاش كنت كنهضر معاها من دوك النوع ديال الناس اللي كتبقى تسمعك غير انت شنو كتقولي، ما كتبقاش تشارك معاك الحوار ولا تهضر معاك ولا تقول لك حتى انا راه شنو وقع ليا وشنو لا. حيت علاش هي كتكون ضاربه الحساب ان النهار اللي غادي تخاصمي معاه غادي تحط لك كلشي فوق الطبله. يعني هذا كنصيحه، عمركم البنات ما تبقاو تعطيو اسراركم ولا اسرار داركم، ولا تخاصمتي انت وراجلك جلسي معاه في الدار حتى تفاريو انت وياه المشكل. حيت علاش في الاخير وليت انا كنتهدد انني غادي تعاودوا الاسرار اللي كنت كنعاودهم انايا الزوج ديالي. حتى جيت انايا وقلت دوك الاسرار، قلت لي العيني، شديت راجلي قلتها ليه، قلت له شوف انايا هاد السيده هذه راه النهار اللي كنت انا في الاوائل ديال الزواج ديالي راه شنو قلت لها راجلي قال لي صافي، قال لي زعما ماشي شي حاجه، قال لي راه اي واحد مثلا في البدايه ديال الزواج راه ما كنكونوش متفاهمين، يعني تو سامبلومون هكا صافي. تاني حاجه ولات كتقول للناس فلانه راه دارها كيفاش دايره، ولات كتعطي النعت ديال داري. شنو عندي انا في داري؟ مثلا عندي شي معلقه عوجه في داري، كتقول لهم راه عندها دارها كيفاش. انا ما نضريتش بهذا الشيء، بالعكس خديته كدرس، استقبلته كدرس، خديته كحاجه انني خصني نتعلم منها في المستقبل.
ولكن نتوما اللي غتكونوا دايرين نفس الغلط. غتكون مثلا شي وحده فيكم كتدخل شي وحده لدارها كتعطيها اسرارها وياك ثم وياك. حتى الجنسيه كنت دافعه الجنسيه، مشات لعندهم قالت لهم راه هي دافعه الجنسيه، ولاو كيهددوني. علاش في الاول ديال الفيديو قلت لكم عرفوا القوانين ديال البلاد، حيت نهار اللي غادي تعرفوا القوانين ديال البلاد حتى واحد ما غادي تسمحوا له انه يهددكم. تقدروا نتوما تتابعوه قانونيا على التهديد، حيت التهديد كيعاقب عليه القانون في هذه البلاد اللي حنا مقيمين فيه في اوروبا الله اعلم. ولكن التهديد في تركيا كيعاقب عليه. مثلا تقول شي واحد خصوصا كاينين هنا بالبنات اللي كيكونوا مثلا مجنسات. دابا انا المشكل اللي وقع ليا تدخلوا حتى اطراف اللي انا ما كنعرفهم، ما كيعرفوني، يعني ما كنعرفهمش لا من قريب ولا من بعيد. ودوك الناس عندهم مثلا كيكونوا مجنسين ولاو كيداروا عليا لايفات وكيهددوني راه غادي الجنسيه ما غاديش تاخديها وهادي وهادي وهادي. فملي كتكونوا عارفين القانون ودارسين القانون وعارفين داك القانون ما غادي تسمحوا حتى شي هرقاويه انها يعني تديركم تهدد فيكم. مشات عندهم قالت لهم راه فلانه دايره الجنسيه، راه دافعه الجنسيه، ولاو كياتاكيوني من كل جهه باش انا يعني كياتاكيوني بمعنى ان مثلا كيبقاو 6 ولا 8 دايرين جروب بيناتهم، وكل وحده كتفتح لايف باش انا نوض نفاعل ولا نقول شي هضره باش هما يهزوا داك اللايف ديالي يمشيو يترجموه ويصيفطوه زعما باش انا يوقفوا لي الجنسيه. ولكن الحمد لله هاي معاون جاو مع وحده عارفه القانون. يعني الحمد لله انا راجلي كيجلسني فوق الطبله كيقول لي شوفي هذه خصك ديريها، هذه ما خصكيش ديريها، هذه ما خصكيش ديريها، هذه ما خصكيش ديريها. الله يحفظه لي، الله يخليه يا ربي ويطول في عمره. هو اللي عطاني واحد القوه وعطاني واحد الشجاعه وعطاني واحد الثقه في النفس. حتى الراجل فاش كيكون في جنبكم الله يكثر خيره راه كيعطيكم واحد القوه واحد الشجاعه واحد الثقه في النفس، لان ما كتخليو حتى شي واحد انه يهزمكم على فوق الكره الارضيه. وكان مساندني في هذه الامور هذه. هذه قصه يعني كنتمنى انكم ديروا منها وتاخذوا منها عبره. يعني حتى شي وحده دخلوا بنات لداركم، يعني ديروا الضياف، ديروا هكا، كونوا صداقات، ولكن الصداقات تكون في حدود. نهار اللي غادي تلاقاو نتيا وياها ما تبقايش تهزي التليفون لوك 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 لوك، اي حاجه طرات لك في دارك خصك تعاوديها لها. يعني هذه خاصكم تاخذوا منها درس، وكنتمنى انكم تاخذوا منها العبره. حاجه الثانيه اللي درت فيها غلط اللي هي مثلا انا كنقدم المساعدات بزاف للناس البنات، ماشي كنفتخر بهذا الشيء، وانما انا هذا الشيء هذا كان غادي يدير ليا مشكل. راه كنت عاودت لكم انايا في القصه الاولى على واحد البنت كنت خرجتها من الدار حيت كانت مزوجه بالفاتحه وسرقت لهم الذهب وهذا. يعني راه كنت حطيتها لكم، راه غادي نحطها لكم في اول تعليق ديك القصه اللي ما تفرج ليها شي تفرج ليها. صحاب لكم تعلمت من داك الغلط؟ اكيد لا، ما تعلمتش منه. حيت علاش؟ انا الانسان فاش كيهز التليفون كيبقى يعيط ليا سكينه انا طايحه في مشكل، انا شنو خاصني ندير، انا هادي ديريكتومون انا صافي ما كنبقاش نفكر بالعقل، كنبقى نخدم العاطفه. ثاني حاجه هي ديك تقديم المساعدات جابت ليا الصداع وجابت ليا المشاكل لداري ولراجلي وكل شيء. ولات الناس اللي انايا قدمت لهم مساعده ولاو حتى هما ضدي، ولاو حتى هما يعني كيعطيو كنيتي وسميتي، كيعطيو مثلا حيت فاش كتقدمي شي مساعده لشي حد راه كتعطي ليه مثلا كتصيفطي ليه فلوس في الايبان ولا في البنكه، راه كيشوفوا ان ديك الفلوس جات من فلانه، يعني السميه والكنيه. حتى وليت انا كنتهدد بسميتي وكنيتي. و يعني هذا هو الغلط الثاني اللي ما خاصكمش ديروه. بغيتوا تقدموا مساعده لشي حد، تبارك الله ما شاء الله راه كاينين هنايا صناديق ديال التبرعات، الناس ديال مرضين السرطان، الناس اللي هكا كيكونوا صناديق هكا على برا في الشارع، كتمشي كتحطي فيه داك البركه كتنويها في سبيل الله، ما كيشوفك لا قلب وجاع ولا منشاف ولا قلب وجع كيف ما كيقولوا له. يعني هذا غلط الثاني اللي انا كنديرو في حق نفسي. تعلمت انني الانسان
يدخل عندي يقول لي ها شنو نقول ليه الله يدير لك شي تاويل ديال الخير. المساعدات انك تساعدي واحد الانسان، تعطيه معلومات مثلا قالك انا راه كيضربني راجلي، ما تدخليش ولا تقولي لي ها شنو. كلكم عرفتوا شفتوا عندي واحد الفيديو عندي هنايا في القناه ديال واحد السيده كانت جات من المغرب، جوجتها واحد السمساره، وهي تزوجات يعني هاد السمساره بحال اللي هبطات داك الراجل المغرب ودار بها العقد في المغرب وجات لهنا، يعني دارت العرس ديالها هنا، وانا اللي كنت وقفت ليها على العرس. الا كنتوا عاقلين راه عندي مازال الفيديو هنا في القناه ديال العرس. حتى هذيك خرج منها اش غادي نقول لكم، خرج منها الحنظل عرفتوا البنات الحنظل. حتى هذيك يعني هي بحكم ما كانت هنايا جات لهنا، فانا كنت كندافع عليها من اعماق نفسي. عرفتوا انا واحد الانسانه فاش تقول لي راه راجلي ضربني ولا راجلي راه حيد لي الذهب ولا فاش كانت دارت العرس، من مور ما دارت العرس قبل انا ما نخرج قلت لها فلانه، قالت لي نعم، قلت لها شتي هاد الذهب ديالك وياك ان يقول لك عطيه ليا تعطيه ليه، راه الا عطيتي ليه الذهب راه عمرك ما تحلمي انك تشوفيه. قالت لي صافي المهم واخا صافي المهم. واحد اليومين وهي تصوني عليا قالت لي راه حيد ليا الذهب. قلت شنو قلت لك ما تعطيهش ليه. المهم بقى فيا الحال وهذا وبقيت مع راجلها، كنت كندافع عليها. واحد الخطره كان قال لي غادي نمشي ندعيك، يعني بسبتها هي. في الاخير مشات عند راجلها، شنو قالت لي راه سكينه هي اللي كانت كتامرني عليك انني باش نطلق، وهي اللي كانت كتقول لي طلقي منه ما عندك ما ديري به وغادي ندبر لك عريس وهذا، مع انه هاد الهضره هذه ما كايناش. باش تشوفوا ان الانسان الا ما دارش القيمه لراسو راه ما غاديش تجي نتيا ديريها ليه بكل بساطه. الانسان اللي ما باعش راسو بالغالي ما غاديش تجي نتيا تبيعيه بالغالي، اللي باع راسو بالرخيص راه ما غاديش تجي نتيا تبيعي ليه. واحد الانسان رضى على نفسه انه يتباع فابور، واش غادي تجي نتيا تطلبي فيه تقولي لي مثلا؟ يعني انا حقا ضد الظلم، انا ما كيعجبنيش الظلم نهائيا، ولكن باش بنت بلادك تقول الاجنبي ان فلانه اللي كانت كتهضر ليا فيك، وفلانه اللي كانت كتعاود ليا فيك، وفلانه اللي كانت كتقول ليا فيك، وفلانه اللي كانت، مع انه انا كنت كنقول لها، كنت كنعطيها كل الدعم، كنقول لها ما تخافيش، كنقول لها ما تخليش انه يقهرك، ما تخليش انه يهددك، ما تخليش هذا، حيت هو كان كيقول لها الا طلقتي راه ما غتاخدي مني حتى شي حاجه. وريتها قلت لها لا راه من حقك. وفي الاخير وهددتهم انايا، هددتهم حتى عطى ليها $2000، 2 المليون اللي عطى ليها 2 المليون، يا اما تاخذ ذهب. وكنت كنقول لها اجي عندي لداري وهذا. في الاخير داكشي كلشي رماتو في الزيرو، وردتني انا اللي بغيت نفرقها على راجلها، وردتني انا اللي كنت كندير ليها المشاكل مع راجلها، وردتني مشات للمغرب ما قالت ليش حتى بالسلامه. حاشاكم الكلبه، راه انا غاديه بحالي المغرب، والله يكثر خيرك داك لو جيست اللي درتي معايا. عرفتوا انا سبحان الله انا بعدا كنبقى نتعجب لبعض الناس اللي مثلا كديري فيه شي حاجه اللي هي زوينه وكيردها انك درتي فيه شي حاجه خايبه. انا عرفتي واحد الانسان الا دار فيا غير قد هكا، عرفتوا غير قد هكا، كنبقى ما كنساش نهائيا، واخا يوقع بيني وبينه ما عرفت شنو، عرفتوا واخا يوقع بيني وبينه ما عرفت شنو، ما كنساش داك لو جيست اللي دار معايا في واحد النهار اللي كنت محتاجه ان يدير معايا هاد لو جيست هذا. يعني هنا كنقول لكم كونوا ذكيات، تعلموا من الاغلاط. علاش انا هاد الفيديو هذا كنتمنى منكم كاملين انكم تبارطاجيوه، وكنتمنى منكم كاملين ماشي زعما باش يطلع لي الفيديو ولا بالعكس، ولكن كنتمنى من البنات اللي كاينين بزاف ديال البنات اللي مازال مكبوبه عليهم القفه ومازال كيفكروا بالعاطفه بحالي، فهمتوني؟ يعني فاش تشوفي شي وحده شي مدلوله مزوجه بشي مدلول بحالها وكتشكي عليك، كتعرفك غير النهار اللي غتعطيك الطاقه السلبيه وتنكد لك حياتك بالطاقه السلبيه، قولي لها ستوب بنت الناس، سيري اختي للمخزن. مادام انك قدرتي تهزي باليزتك وتديري فيها شراوطك وتجي لواحد البلاد اللي ماشي هي بلادك وما درتيش القيمه لراسك، قادره انك تجيبي حقك، وقادره انك تمشي للبوليس. من الاخر هضري معاها قاصح بهذه الطريقه. شفتي شي وحده ما بغاتش دير العز لراسها، ما تكونيش نتيا بطله وغادي تحسبي راسك راكي سوبرمان
باش ديري ليها نتيا العز، حيت اللي مدلول كيبقى طول حياته هو مدلول. ثالث نصيحه اللي غتسمعوا من عندي انكم تعلموا القوانين ديال هاد البلاد، تعلموا القوانين ديالها، تعلموا اللغه ديالها، احتكوا مع الناس اللي كاينين، يعني الناس ديال هذيك البلاد. بعدوا ليا من العرب، عرفتوا ريحه العرب يجي منها غير المشاكل. كاينين بنات الناس، كاينه واحد 5% ديال بنات الناس اللي قليل فاش كتلاقاي معاهم، يعني حبات راه كتلقطيهم بحال هكا حبات، ولكن باش كلشي ما نهب ودب انك تدخليه لدارك ما ننصحكش، والله نصيحه من عندي ما ننصحكش. حيت الله سبحانه وتعالى ما قالش اتقي شر من احسنت اليه، حيت عارف الطينه ديال البشر. كاينه واحد الانسانه كتدخل معاك لحياتك مجرد انك كتبغي تعاونيها وتساعديها وديري معها الاحسان، ولكن فاش كتشوفك انك انتي عايشه مزيانه، انتي مفهمه، انتي وراجلك، انتي هادي كتبقى تحسدك هذيك النعمه اللي عندك انتي، كتكره ديك النعمه انها تزول من عندك وترجع ليها هي. كتبقى تمشي تموض المشاكل مع راجلها حيت انتي عايشه مع راجلك مزيان. وانا وقعت لي مع هذيك المدلوله الثانيه اللي عاودت لكم عليها القصه. فاش كانت كتقول لراجلها، كتقول له ومال الراجل فلانه شرا ليها الذهب، ومال الراجل فلانه راه شرا. كانت مع انا كنبارطاجي، يعني كنبارطاجي بزاف ديال الحوايج، دابا وليت ما كنبارطاجيهمش غالبا، ناري شحال كيغوتوا هاد الدراري. كنت كنبارطاجي مثلا شي حاجه هكا، كتهز داك الفيديو كتمشي توريه لراجلها، كتقول له ومال هذه راجلها شرا ليها، ومال هذه. جعلت من ديك الهضره ان راجلها يقدر انه يحقد عليا، يقدر انه مهم. يعني اش غادي نقول لكم؟ نصيحه مني، سدوا بابكم، سدوا فمكم، دائما السكات. بغيتي ديري شي حاجه ديريها في الصمت حتى تقضى ديك الحاجه وتقديها وتكون على احسن ما يرام. عاد بارطاجيها يعني مع الناس اللي كتكوني نتيا محيطه بهم، وداك الناس اللي كتكوني نتيا مثلا متفاهمه معاهم. ولكن باش تبقاي اللي تعرفتي معاها، دابا انا راه التيك توك ديالي ما كانش كيحبس البنات، ما كانش كيحبس. كل نهار كنلقى 4-5 ديال الشكايات. انا راه جابتني سمساره، انا راه دارت ليا، انا راه حيد ليا راجلي الذهب، انا راه ضربني، انا شنو غادي ندير، انا راه ما لقيت ما نوكل لولادي، كنهز منو فلوسي، ها كنتي سيري وكلي ولادك، كنهز انا. اش داني انا لهذا الشيء وانا غير اجنبيه في هذه البلاد هذه؟ يعني اكتشفت هاد 4 سنين ديال الزواج، كون مشيت ندير شي دبلوم ولا مشيت نقرا شي قرايه اللي غتنفعني، مثلا لغه، مثلا شي حاجه اللي غادي تنفعني، يكون راه درت فيها مزيان. ولكن ماشي مشكل، الايام مازال ما كتقاضاش، الايام ما كتقاضاش. وكنتمنى هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وغادي تاخذوا عبره من هذا الفيديو هذا، و يعني ديروا هذا الفيديو هذا. وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيوه، ما تثقوش البنات، عمركم ما تثقوا. تهلاو ليا في راسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. نمشي نسالي اختي كلاوتي ونمشي للدار. يلا بسلام عليكم.